السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شوية كده خلص ماتش الزمالك وكايزر تشيفز. كنت بتفرج عليه في الشغل على التليفون، فكنت هكسر التليفون بصراحة يعني. في أسئلة كتير أوي الواحد بيسألها، أسئلة بتبدأ بكلمة ليه يعني. مش عارفين ليه بجد. ليه احنا وحشين أوي كده؟ ليه احنا ما بنلعبش كورة؟ ليه ناصر ماهر؟ ليه آدم كايد؟ ليه محمد صبحي؟ ليه عدي الدباغ؟ ليه شيكو بنزا؟ ليه أحمد شريف؟ ليه عمرو ناصر؟ ليه بتزيرة؟ ليه الفرقة كلها؟ ليه الكابتن اللي واقف على الخط؟ مش عارف بصراحة يعني. احنا وحشين قوي بجد. ضيعنا عادي، إيه المشكلة ان انت الزمالك يعني. الزمالك، انت مش تضيع وتتعادل فتقول انا لعبت وضيعت. لا، انت ما لعبتش. انت ضيعت وكان لازم تتعادل، كان لازم تتعاقب انك تتعادل، انت ضيعت. آه ما بنلعبش كورة بجد. حاجة وجهة نظر يعني. احنا وحشين جدا. واهم ليه بقى؟ في واحده اهم ليه دي نسيت اسالها. احنا ليه قبل اي توقف دولي، ليه قبل اي توقف دولي لازم نخرج بنتيجه سلبيه؟ يعني تعادل يا نكون متعادلين يا اما نكون مغلوبين. ليه ما ينفعش اخش توقف دولي وانا كسبان؟ ده من اول الموسم. اي توقف دولي للزمالك قبليه يا تعادل يا خساره، يا تعادل يا خساره. ليه؟ ليه المدير الرياضي يقول لاحمد عبد الرؤوف لاعب صبحي وما تلعبش عواد عشان عايزين نمشي عواد؟ ده الكلام ده كان طالع من يومين، فمعنى ان ده حصل فمعنى ان ده صح ان عواد لعب اخر 3 ماتشات، لعب ماتشين السوبر وماتش زيسكو. فمعنى كده ان اللي سرب المعلومه او اللي قال المعلومه هو كلامه صادق. طب هنفترض ان انت لعبت صبح عشان خاطر المنتخب. انت مالك ومال المنتخب؟ وانت هتخاف على المنتخب اكتر من مدرب المنتخب؟ اذا كان مدرب المنتخب مش خايف على المنتخب، انت خايف عليه اكتر منه فبتلعب صبح عشان يروح؟ ولا عشان نفسيه صبحي؟ طب واحنا نفسياتنا فين يا عم الحاج؟ واحنا نفسياتنا فين؟ مش لاقيين اجابه لده كله. تعرفش، احنا بنلعب اي حاجه غير الكوره، بنلعب حكشه. حتى ماتش زيسكو، شفت الماتش من الملعب؟ بنلعب حكشه، ما بنلعبش كوره. بجد ما بنلعبش كوره، مش عارفين نلعب كوره يعني. مش عارف بصراحه. بندعم دعم، بندعم استاد الجمهور بيروح وبيملى الاستاد، محدش مقصر. إدارة بقى مقصرة، اللعيبة مقصرة، آه، مدير رياضي مقصر. متعرفش. في حاجة غلط عندنا في النادي، محدش عارف تمامها ايه بجد يعني. وحشين جدا 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 جدا. ولازم اي قبل توقف دولي نتعادل او نتغلب. ماتش مفيهوش كورة. خوان بيتزيرا بقاله كام ماتش كده بيلعب لوحده. بيلعب لوحده بجد، اللي هو بياخد الكورة ويحتفظ بيها لحد ما يتضرب ويقول لك هي اللعيبة بتضربه. طب ما انت بتاخد الكورة بتحتفظ، ما ترقص الاول والتاني يا عم وباصي. لا، انت تاخد الكورة تفضل حاططها تحت رجلك لحد ما بتتضرب. ما بتطلعش الكورة بسرعة. شيكو بنزا ده ليه برضه؟ شيكو بنزا ده ليه؟ عايز فدان ارض يجري فيه. حته عواد ان انت ما تلعبوش ده برضه تضايق انت يعني، ما انت كده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت اصلا ما كنتش عايز الجزيري في اول الماتش في اول الموسم، وكنت مموته. رغم ان انا ما بحبش الجزيري يعني، انا ما بحبوش وشايفه مش ده مهاجم الزمالك. زيه زي الدباغ، زيه زي عمرو ناصر. لحد دلوقتي يعني، خلينا نتكلم لحد دلوقتي. بس لحد دلوقتي ده نص الموسم عدى يعني انا احكم عليهم امتى؟ ما علينا يعني. الجزيري انت ما كنتش مقتنع بيه وكنت عايز تمشيه عافيه. والواد لما لعب اثبت ان هو احسن مهاجم من اللي عندك دول كلهم. رغم ان انا ما بحبوش ومش شايف ان ده مهاجم زمالك. انت عايز تمشي عواد برضه. طب ما تسيبه، ما يمكن يكمل ويبقى زي الجزيرة ويحرجك زي الجزيرة. يا عم لعبه وسوقه. يعني لها مليون حل. يا مجلس الإدارة مش معانا، مش عايش معانا على الكوكب. يقول لك اصل الزمالك هيموت، الزمالك هيقع، اصل ارض اكتوبر. الزمالك عمره ما هيقع. ارض اكتوبر جت ما جاتش، الزمالك مش هيتساب. انا دي وجهة نظري يعني، انا بتكلم عن وجهة نظري. ارض اكتوبر مهمه مهمه جدا. مأثره على النادي، مأثره. لو جت هتحل ازمه هتحل ازمه. بس انت مدخلنا في كام ازمه قصادها. ما ينفعش تكمل بعبد الرؤوف، وما ينفعش تكمل بعبد الرؤوف.
لازم تجيب مدرب. انت معاك لعيبه كواليتي، مش وحش، مش وحشه ومش حلوه، فمحتاج لهم مدرب يكون جامد عشان يعرف يستغل الكواليتي اللعيبه اللي معاه. لازم مستني جوميز، مستني الفتحي يمشي جوميز؟ طب ما انت ده جوميز اصلا رافع عليك قضيه وليه عندك فلوس، ازاي هترجعه تاني؟ يعني واحد رافع عليك قضيه وليه عندك فلوس، ازاي هترجعه تاني؟ مستني جوميز يمشي من الفتح عشان ترجعه؟ وعبد ما ينفعش يكمل، عبد ما ينفعش يكمل، لازم مدير اجنبي قوي عشان يعرف يطلع من اللعيبه دي. زي فريرا، زي فريرا لما جه في الدوري اللي خده، طلع ناشئين، بس عشان هو مدرب جامد عرف يوظف الناشئين مع اللعيبه اللي موجوده في الفريق الاول، مع غياب بقى سياسي وطارق حامد وابو جبل، عرف ياخد الدوري عشان مدرب قوي، شخصيه، عنده فكر، مع لعيبه ناشئين، مع لعيبه موجوده، حط بصمته، عرفت تاخد دوري. والدوري ما كانش بتاعك اصلا، انت خدت الدوري من بوق الاسد، وكانت بدايتك برضو في بدايه الدوري وحشه، وخرجت ساعتها من دوري الابطال. كان اول ماتش لفريرا ماتش دوري الابطال بتاع الوداد، انا فاكر يعني، لم تخن الذاكره. فانت محتاج مدرب قوي جدا، غير كده الموسم بلح، بلح والله. ده المصري كسب زيسكو في زامبيا. الكونفدراليه السنه دي حلوه، المصري قوي، هسيبك من ان انت كسبت 3-0، ده ممكن تكون حاله ماتش في الدوري يعني. والوداد مدعم بزياش ومرابط ومعاهم عيل افريقي كده جامد قوي. دي الكونفدراليه. طب والدوري ربنا يستر علينا، ما ينفعش نكمل بعبد الرؤوف تاني وتالت وعاشر، احنا محتاجين مدير فني اجنبي.